المنظور النقدي والثقافي إلى ما يسمى بالهامش. كذلك الطقوس، العادات، التقاليد، الحركة أو ما يسمى بالفنون الأدائية، الأطعمة هي أيضا مبحث من مباحث الدراسات الثقافية، الألبسة مبحث من مباحث الدراسات الثقافية، الموسيقى الشعبية تحديدا هي مبحث من مباحث الدراسات الثقافية. هل وصلت إلى هذه المجتمعات بشكلها التقليدي كما كانت من 1000 و2300 سنة أنها سيكون صراع في يوم من الأيام أو حرب ما بين الآلة وما بين الإنسان؟ الآلة ستكتسح هذه الإنسانية، وعملت مجموعة أفلام جميلة في هذا الموضوع. أنا اليوم سأبدأ بالتركيز على ذاتي، على داخلي، على مشاعري، على التواصل مع أولادي وبناتي، مع أهلي، مع الأصدقاء، مع البحر، مع الطبيعة، مع الكون. فيما بعد أصبح المعمار شكليا لا وظيفة له، بمعنى الله حلو، العمارة ذي حلوة شكلها كذا صاير ما أصير مجرد من المشاعر، ما أصير مجرد من أن تأتيني كل المنتجات الاستهلاكية من الشرق والغرب، يلا اشتر اشتر اشتر, اشتر وأنا اشتري، بس عندي فلوس بس وأشتري. عالم الجن، الشياطين، الأشياء المتخيلة. لماذا رقصة العيالة هكذا؟ ولماذا العرضة الحربية رقصتها هكذا؟ ولماذا السامري رقصتها هكذا؟ ولماذا مثلا الخماري رقصتها هكذا تختلف؟ يعني اهم. هو متنوع وكثير، وفيه دلالات رمزية لا أول لها ولا آخر. اللي احنا اليوم أحيانا تقولين والله كلامنا ايش بنبدي،